يابا اليوم الوصفة تفيد النباتيين. سويت لكم أطيب عروق قرنابيط على طريقتي، جربوا الوصفة وأكيد راح تعجبكم. طبعا وما أحكي لكم الطعم مالتها نهاية العالم. وأهم شي إذا الفيديو عجبكم لا تنسون تحطون لايك تعليق حلو وتشاركون الفيديو لأصدقائكم. وألف ألف عافية مقدما. يا بس نقول بسم الله ونبلش بالوصفة. هنا أنا عندي قرنابيط نظفته وغسلته كل زين، بعدها جبت جدر بمي وضفت ملعقة أكل من الملح وخليته على النار إلى أن يفور تقريبا 10 دقايق، ورجعت قلبته على الجهة الثانية 10 دقايق، يعني أخذ وياي 20 دقيقة. بعدها عندي بصل مثروم ناعم وطماطة ومعدنوس وفصين ثوم. بعد ما استوى عندنا القرنابيط، تحبون تسووه بهذه الطريقة أو بالشطل تهرسوا أو بالمهرسة اليدوية أو بمحضرة الطعام، يعني بكيفكم ماكو أي مشكلة. بعد ما هرسنا يابا ننزل الخضروات اللي ثرمناهن ونجانس المكونات. بعدها ضفت ملعقة كوب من الكركم وملعقتين كوب من الملح وتقريبا ملعقة من الفلفل الأسود. بعدها نجانس المكونات مثل ما تشوفون بالفيديو، وراح احتاج تقريبا كوب من الطحين، تقدرون تضيفون أكثر، أنا اكتفيت بهاي الكمية. وبعد ما جانسنا المكونات بهاي الطريقة، طبعا وصفة جدا سهلة ما تاخذ وقت وياكم، يعني بالزايد نص ساعة انتم مجهزيها. بعد ما جهزت عندنا نجيب شوية كاسة مي نبلل ايدنا ونسوي بهذه الطريقة، نشكلها ونخليها على النار. وألف ألف عافية مقدما، وأتمنى الفيديو يعجبكم، ولا تنسون تحطون لايك تعليق حلو، شاركون الفيديو لأصدقائكم. مع السلامة.